الred flags إيه الred flags دي؟ الred flags دي هي الحاجات اللي أنت لو لقيتها المفروض تهرب على طول. عالم نفس اسمه جون جوتمان قال لك في 4 حاجات أنت لو لقيتهم في الشخص اللي قدامك ابعد على طول. أول حاجة النقد، النقد الدائم ده اللي هو طول الوقت بينتقدك. الطقم ده مش عاجبني، الطريقة دي في الكلام مش عاجباني، لو سمحت وطّي صوتك، ضحكتك يبقى صوتها واطي، طول الوقت بينتقد أي تصرُّف أنت بتتصرّفه. تاني حاجة حُب الذات المُفرط، هو شايف إن هو أحسن منّك في كل حاجة، هو شايف إن هو أفضل منّك، كان ليه الأفضلية في كل حاجة. لمّا تيجي تعمل حاجة يقول لك إيه، أنا لو كنت عملتها كنت هابقى أحسن منّك، أنا لو كنت خلّيتها كنت هابقى أشَد منّك، أنا لو مش عارف إيه، طول الوقت شايف نَفْسه في حتّة أحسن منّك. لمّا تلاقي حد بيستكتر نَفْسه عليك كده ابعد وسيبه مع حاله، خلّي حُب الذات ده أو النرجسية اللي هو فيها دي مع نَفْسه هو بس اللي يفكّر فيها، مش يطبع بيها عليك، مش يضغط بيها عليك. تالت حاجة الدفاعية، إن هو طول الوقت بيدافع عن نَفْسه، أبسط المواقف، أصغر المواقف اللي تيجي تكلّمه فيها يدافع عن نَفْسه ويكبّر الموضوع، أنت اتأخّرت عليّا ليه؟ ما هو أنت لو كنت نيّمتني بدري امبارح أنا كنت جيت لك النهارده الصبح متأخّر، مش عارف إيه، طول الوقت بيدافع عن نَفْسه، ما فيش مرّة تيجي تكلّمه يقول لك صح أنا كنت فعلًا غلطان وأنا كان المفروض إن أنا أتصرّف بالشكل الفلاني، مش شخص ناضج، طول الوقت بيدافع عن نَفْسه. عايز كأننا في حرب كده، كأننا في ساحة حرب، كأننا في محكمة مثلًا وبيحاول ينصر نفسه قدّام القاضي. رابع حاجة بقى وهي الانسحاب. الانسحاب إن هو أول ما تحصل بينكم أي مشكلة مش بينسحب انسحاب هدوء إن هو أنتم الاتنين تهدوا ويتكلموا مع بعض، لأ بينسحب، بينسحب كأنه بيتجاهلك، بينسحب أنت بتكلمه ما بيردش عليك، بياخد فترة كده 3، 4 أيام مع نفسه على أساس إن هو بيعاقبك. على أساس إن هو بيربيك. لو لقيت ال4 حاجات دول في شخص ابعد عنه فورًا، لإن الشخص ده لا يصلح إن هو يكون صديق حتى مش إن هو يكون شخص أنت تعاشره وتعيش معاه.